قصه ارض الزمالك اللي اتاخدت منه بسرعه كده عشان تبقى فاهم، والاهلاويه لازم ياخدوا بالهم من حاجه مهمه جدا. في نغمه هتشتغل الفتره دي بقى في الاعلام وفي التلفزيون وفي كل مكان. نغمه ايه بقى؟ المظلوميه، المحسوبيه، اصل احنا مش نادي الدوله، اصل الحكايه، اصل الروايه. وطبعا كلنا عارفين ان جماهير الزمالك بلا 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 هتردد وراهم. احنا بقى مش عايزين نقع في القصه دي، وتعالى افهمك قصه الارض بسرعه كده وبالتفاصيل. بص يا معلم، الارض دي نادي الزمالك بياخدها، واي نادي بياخدها من الدوله بياخدها بسعر رمزي جدا، يعني بسعر بسيط. والسبب من ده ايه؟ او ليه بيعملوا كده الدوله؟ عشان خاطر حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان انت تفيد المنطقه دي باستثمارك، بالعضويات، بتاريخك، باسمك، بي بالبنيه التحتيه، بالكلام ده كله. انك تفيد المنطقه الجديده دي وتشجعها على الازدهار، ان هي تزيد. طبعا نادي الزمالك عمل ايه؟ خد الارض 22 سنه، بقاله 22 سنه واخد الارض مسقعها، ما عملش بيها اي حاجه، ما فادش الدوله. بالعكس، نادي الزمالك بقى عمل ايه؟ بعد 22 سنه، بعد ما الارض والمكان بقى حيوي جدا وبقى باسعار بالمليارات، قرر نادي الزمالك بناء على كلام اعضائه وبناء على كلام ابنائه عمل ايه؟ باع جزء كبير من الارض لمستثمرين ورجال اعمال، وخد مليارات على الجاهز من غير ما يعمل اي حاجه، في الوقت ان الارض دي الدوله مديها لك عشان تستفيد منك انت. وان انت لما تشتغل وتبدا تعمل نادي وتبدا تستثمر بتخلي المنطقه تنتعش وبتفيد الدوله. انت ما فدتش الدوله باي حاجه، لا، انت سقعت الارض، سبتها فتره كبيره، بعد كده بتقرر انك تكسب. فطبعا الدوله حقها الطبيعي ان تيجي تقول لك لا انا ما استفدتش منك، رجع لي الارض. لا، الزمالك يقول لك لا، ده حقي، ده مش عارف ايه. حبيبي حقك ايه؟ خلاص، ادفع ثمن الارض الحقيقي وخدها. لكن انت واخد الارض بسعر قليل جدا، واخد الارض والدوله مساعداك عشان خاطر حاجه معينه انت ما عملتهاش، دي مشكلتك. انت جايب رجال اعمال دلوقتي مستثمرين تبني لك، وبعت نص الارض وعملت 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 واستفدت جامد جدا من الارض اللي الدوله مديها لك ببلاش اصلا. طب انت فين حق الدوله عليك؟ تخيل بقى يا معلم، راجل اعمال خد الارض دي، قعد فتره كبيره الدوله مديها له عشان يعمل استثمارات، راح مسقع الارض وسايبها فتره كبيره جدا، وجه بعد فتره راح بايعها لراجل اعمال تاني وخد مليارات على الجاهز. ساعتها انت بقى هتعمل ايه؟ لا، حق المواطن، صح؟ لكن مع نادي الزمالك مش هتسال فين حق الدوله، مش هتسال فين حق المواطن. ليه؟ اصل نادي الزمالك، اصل الاهلي نادي الدوله، اصل كل مره ادارتك غبيه، بتعمل افكار غبيه، ما بتعرفش تدير باحترافيه، توقع نفسها في مشاكل وقصص، وفي الاخر حلوا لنا يا جدعان، اصل احنا مش نادي الدوله، اصل الحكايه، اصل الروايه. قيس على كده بقى، واقعد فكر كده مع نفسك يا زملكاوي، وافهم كويس، وحاول تشغل دماغك يا اللي بتفهم كوره يا راجل يا جامد يا فل يا سكره. حاول تشغل دماغك لمره واحده، مره واحده في حياتك شغل. مشكله امام عاشور، مين اللي مشى امام عاشور من الزمالك؟ مشكله احمد سيد زيزو، مين اللي مشى احمد سيد زيزو من الزمالك؟ مشكله الارض دلوقتي، مين اللي عملها لك؟ مشكله مش عارف ايه، مين اللي عملها لك؟ مشكله عندك مشاكل كتير قوي، مين اللي حطك فيها؟ مشكله خالد بوطيب، مين اللي حطك فيها؟ هل انا؟ هل الدوله؟ هل نفسك يا حبيبي، الناس اللي انت بتجري وراهم، الناس اللي انت عمال بلا 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 بلا، اصل لا، اصل احنا مظلومين، لا اصل احنا معمولين، لا اصل اهل نادي الدوله. لا يا حبيبي، مفيش الكلام ده. الاهلي بيعرف يمشي بالقانون. خدت ارض، استثمرتها، شغلتها، محدش يقدر يقول لي انت بتعمل ايه. انا عملت لك اللي انت عايزه، عملت الهدف اللي انا واخد بيه الارض. مش خدت الارض قعدت 22 سنه، الحته بقت ازدهرت، وبقى المتر فيها برقم كبير، والارض بقت تساوي مليارات. بعد كده جاي عايز تبيع الارض اللي انت واخدها ببلاش وتقول اصل انا مش نادي الدوله، لا اللي صاحب ارض الزمالك. لا يا حبيبي، ايه؟ انت هتضحك على الدوله؟ انت هتعمل انت اي هري وخلاص بتسمعه كده. انا حكيت لك القصه بكل تفاصيلها عشان تبقى فاهم، عشان لما اي زملكاوي يجي يكلمك ويجي يقول لك لا اصل انت نادي الدوله، قول له بقول لك ايه، احلى مسا على فخادك، سلام.